فيلمنا بيبدأ في مملكة كبيرة وبعيدة وبيحكمها الملك ويليام اللي بيخلف بنت بعد ما عاش سنين طويلة ينتظر وريث العهد. بيسمي الأميرة أوديت وبيعمل حفلة كبيرة، ومن ضمن الحضور بتيجي الملكة الأرملة أوبرتا وابنها الأمير ديريك. وبيتفق الملك ويليام مع الملكة أوبرتا إنه يجوز بنته لابنها لما يكبروا ويوحدوا المملكتين مع بعض، وعلشان كده هيتقابلوا كل صيف علشان أوديت وديريك يتقربوا من بعض أكتر. لكن الملك ما كانش يعرف خطط الساحر الشرير روزبورت اللي كان بيخطط إنه يستولى على المملكة ويكون هو الملك بدل الملك ويليام، وولادة الأميرة أوديت هتقضي على كل مخططاته. ومن هنا بيقرر إنه يتخلص من الأميرة أوديت، وبيروح مخبأه السري ومعاه المساعدة بتاعته جيتا. وبيستخدم روزبورت أساليبه في السحر والشعوذة، وبيحضر الجن ولسه هيخليه ينفذ أوامره. بيبعت الملك ويليام جنوده علشان يقبضوا عليه بعد ما أهل المملكة اشتكتوا وبيطالبوا بإعدامه. لكن وقتها الملك ويليام بيكتفي بنفيه من المملكة، وروزبورت بيقول لهم إنه هيرجع المملكة تاني وهيدمر كل اللي فيها. وللأسف الملك ما بيهتمش بكلامه وبيسيبه وبيمشي. وبتمر الأيام والسنين والمملكة بتكون هادية وكل حاجة جميلة، وطبعا كل ده قبل اللعنة ما تحصل. وبتكبر أوديت، وكل صيف الملك بياخدها وبيروحوا مملكة الأمير ديريك ووالدته الملكة أوبرتا علشان يقضوا الصيف زي ما اتفقوا. وبيبان على ديريك وأوديت إنهم مش طايقين بعض، وكل واحد فيهم عايز يخلص من التاني بأي طريقة، لولا تدخل أهلهم اللي بيحكموا عليهم إنه يتعاملوا مع بعض بطريقة لطيفة. ولكن أوديت وديريك ما بيسمعوش الكلام وبيعملوا مقالب في بعض. وديريك بيخلي صاحبه بروملي يساعده في إنهم يضايقوا أوديت، وبيفضلوا يغلسوا عليها. وأوديت وديريك محدش فيهم كان عارف إن القدر هيغير كل حاجة. والأيام والسنين بتمر وبتكبر الأميرة أوديت اللي بتكون مفيش في جمالها في المملكة كلها. ولما بيجي الصيف بيفرض عليها والدها إنها تروح تقابل ديريك. أول لما بتوصل وبيشوفها ديريك بعد ما كبرت بينبهر بجمالها، وبيكون مش مصدق إن هي نفس البنت اللي كان بيكرهها وهو صغير. وهي كمان لما بتشوفه وخصوصا ابتسامته الجذابة ساعتها قلبها بيدق ومشاعرها بتتحرك. وبيطلب منها ديريك إنه يرقص معاها، وبعد الرقص بيعلن ديريك إنه هيتجوز من الأميرة أوديت. وقتها بتسأله ليه عايز يتجوزها، فبيرد عليها إنه عايز يتجوزها علشان شكلها جميل. فبتحزن أوديت إنه عايز يتجوزها علشان بس شكلها، وبترفض وبتسيبه وبتمشي مع والدها. وهنا بتبدأ اللعنة اللي هتغير كل حاجة. وبيرجع روزبورت بعد كل السنين دي اللي كان فيها بيدرب نفسه كويس عشان ينتقم وياخد المملكة من الملك ويليام. وبيظهر ليهم وهم راجعين مملكتهم، وفجأة بيتحول لوحش كبير ومخيف جدا وبيهجم عليهم. وواحد من الحراس بيقدر يهرب وبيرجع للأمير ديريك وبيعرفوا إن في وحش ضخم هاجم الموكب بتاع الملك. فبيخاف ديريك جدا على أوديت وبيطلع يجري بالحصان لغاية ما بيوصل لمكان عربية الملك اللي بتكون متدمرة. وبيلاقي الملك وهو تعبان وبيطلع في الروح. فبيسأله ديريك مين اللي عمل فيه كده، فبيقوله الملك ان الوحش طعنه. وبيقوله فين أوديت، فبيعرفوا الملك انها ما بقتش نفس البنت اللي هو بيعرفها. فبيستغرب ديريك وبيكون مش فاهم معنى كلامه. ولسوء الحظ وقتها الملك بيموت. ومن الناحية التانية بنكتشف ان روزبورت حول أوديت البجعة، وبيقول لها روزبورت انها هتفضل كده وهتتحول لشكلها الحقيقي مع كل ظهور قمر في السماء، ولما يختفي هترجع بجعة من تاني. وعلشان تتخلص من اللعنة دي لازم تتجوزه، وبكده يقدر يكون هو الوريث لعرش الملك ويحكم المملكة كلها. فبترفض أوديت وبتقوله ان ده عمره ما هيحصل. وبنرجع لديريك اللي بيكون بيتدرب علشان يقف قصاد الوحش اللي هجم على الملك ويرجع أوديت مرة تانية. فبيقوله الوزير انه مستحيل يعرف يرجعها من تاني، وانها اكيد ماتت زي ما كل المملكة بتقول. فبيفهموا ديريك انه حاسس انها لسه عايشة ولازم يرجعها بأي تمن. وبيوقف الموسيقيين مصف واحد وبيلبسهم لبس حيوانات علشان ديريك يدرب عليهم هو وصاحبه بروملي. وبروملي ما بيعرفش ينشن ولا على اي واحد عكس ديريك اللي بيعرف ينشن على عدد صغير منهم. وبنرجع للبحيرة اللي فيها أوديت، وهنا بيظهر ضفدع اسمه بوب وصاحبه
والسلحفة سبيد، واللي كانوا بيتكلموا عن اللي سمعوه بين اوديت وروسبورت. وبوب بيفكر ان لو اوديت عطت له قبلة هيتحول لامير زي اللي حصل في الاميرة والضفدع. فسبيد بيتريق عليه وبيقوله ان دي قصة واحنا قصة تانية خالص. وبيحاول بوب يعدي من فوق البحيرة اللي بيكون فيها تماسيح علشان يجيب ازهار لاوديت وبكده تحبه، والتماسيح بتلحقه وبوب بيقدر يهرب من التماسيح على اخر لحظة. واوديت بتشوفهم وبتتصاحب عليهم وبتقولهم انها مستنية الحب الصادق اللي هينقذها من التعويذة والساحر الشرير روسبورت. واثناء كلامهم فجأة بيقع طير مصاب بسهم وبيغمى عليه، واوديت بتقدر انها تعالجه. ولما بيفوق بيفكر ان اوديت واللي معاها هم الاشرار اللي ضربوه، فبتفهموا اوديت انهم مش اشرار ولا حاجة، هم اللي ساعدوه. فبيشكرهم الطير وبيعرفهم بنفسه وان اسمه بافن، وبيقول لاوديت انه مستعد يساعدهم في اي حاجة ويرد ليهم الجميل حتى لو هيقف قصاد روسبورت نفسه. ومن الناحية التانية الملكة اوبرت بتجهز حفلة كبيرة وبتعزم فيها كل بنات المملكة علشان الامير يختار منهم واحدة ويتجوزها. وساعتها الوزير بيعرفها ان الامير ديريك بيحب اوديت وبيقول انها لسه عايشة. فبترد عليه الملكة وبتقوله انه اكيد لما يشوف البنات اللي في الحفلة هيغير رأيه. لكن ديريك بيكون قاعد يفكر في كلام الملك ويليام لما قاله ان اوديت ما بقتش زي ما هو عارفها. وبعد بحث كتير بيكتشف ان معنى كلام الملك ان اوديت شكلها اتغير، وبيطلع يدور عليها في المملكة كلها. في نفس الوقت الاميرة اوديت بتحكي لبافن انها مع كل ليلة بتتحول لبجع، وساعتها بافن بيقولها انه هيساعدها وهيجيب ليها الامير ديريك وهو اللي هيفك التعويذة بتاعتها بحبه الصادق. واوديت بتقوله انها ما تعرفش مكانها فين بالظبط علشان توصف له مكان ديريك. وسبيد وبوب بيعرفوها خريطة المكان مع مساعدة روسبورت جيتا، وانهم لازم يسرقوها منها. وبيتسحبوا وبيدخلوا القلعة اللي فيها جيتا، وبيقدر بافن ان هو ياخد الخريطة. وفجأة المساعدة جيتا بتحس بيهم وبتطاردهم وبيحدفوا الخريطة لبعض علشان ما تمسكهاش منهم. وكل ما يحاولوا يهربوا كانت بتلاحقهم في كل مكان لغاية ما بيقدروا ينطوا من الشباك على اخر لحظة. وبيرجعوا لاوديت بتشاور لهم على مكان المملكة وبيستعدوا لتنفيذ مهمتهم. وبنشوف الامير ديريك ومعاه بروملي وبيدوروا على الوحش في كل مكان في الغابة. وفي نفس اللحظة بتكون اوديت وبافن في طريقهم للمملكة، وساعتها اوديت بتشوف ديريك في الغابة فبتحاول تلفت انتباهه. ولكن لسوء الحظ ديريك بيفكر ان اوديت الوحش وبتنكر على شكل بجعة، وبيحدف عليها السهم وبيلحقها هي وبافن. واوديت وبافن بيطيروا بسرعة علشان يهربوا منه، وديريك بيفضل يلحقهم وبيجري وراهم، وبافن بيشغله علشان يخليه يفضل وراهم. وبيوصلوا لمكان البحيرة وبتنزل اوديت للبحيرة علشان تتحول لشكل البني ادم من تاني لما القمر يظهر، ولكن ما بتتحولش علشان السحب بتكون مغطية على القمر. وبيكون خلاص ديريك على وشك ان هو يموتها، وبافن بيتدخل وبيحاول يشتت انتباهه. وفجأة السحب بتختفي وبتتحول اوديت لشكلها الجميل من تاني. فبيحضنها ديريك اللي بيكون مصدوم وبيسألها مين اللي عمل فيكي كده. فبتقول انها تعرضت لتعويذة من الساحر الشرير روسبورت اللي كان مساعد والدها علشان عايز يستولى على مملكة باباها. ولما بتسمع صوت روسبورت بتطلب من ديريك يمشي من المكان بسرعة، لكن ديريك بيرفض وبيقولها انه هيقف قصاده. فبتعرفه اوديت ان هو ساحر شرير وممكن يأذيه، وانه لو عايز يساعدها يوعدها بحبه ليها للأبد. فبيرد عليها ديريك انها تيجي بكرة الحفلة اللي والدته عاملاها، وهو هيعلن حبه ليها قدام كل اهل المملكة. وبيسيبها وبيمشي. وفعلا بيوصل روسبورت. وقتها بتحاول اوديت تكذب عليه، لكن بقدرات السحر بتاعته بيعرف كل الكلام اللي دار ما بينها وما بين ديريك، وكمان على الحفلة اللي عازمها عليها ديريك بكرة. وساعتها اوديت بتتحداه وبتقوله انها هتروح الحفلة مهما حصل. فبيرد عليها السحر وبيقول لها انها ما تقدرش تحضر الحفلة، وخصوصا ان القمر مش هيظهر في السما بكرة وبكده مش هتتحول لشكلها البشري. تنصدم اوديت وبتحزن جدا. وبعد شوية روسبورت بيقعد يفكر مع المساعدة بتاعته لغاية ما بتجيله فكرة شيطانية، وبيحول المساعدة جيتا لشكل اوديت. وبكده الامير ديريك هيعاهد اوديت المزيفة بحبه الابدي في الحفلة، وبيحبس اوديت في بير عميق. وبيكون كمان خطف بروملي علشان ينفذ خطته. وتاني يوم بيرجع الامير للقصر والحفلة بتبدأ، وكل بنات المملكة بيوصلوا وهم على اخر شياكة. ومن الناحية التانية
صحاب اوديت بيفكروا بطريقة ينقذوها بيها، وبافن بيطلع ذكي جدا وبيقول لهم مادام البحيرة بتصب على البير اللي فيه اوديت يبقى اكيد في فتحة بتمر فيها المية، يبقى احنا لازم نوسعها وبكده اوديت تقدر تهرب. وبيقول لبوب ان مهمته يشتت التماسيح اللي في البحيرة لغاية ما يوسعوا النفق، وطبعا بوب بيخاف جدا وبيقول لهم ان هو مستحيل يعمل كده، فبينزل سبيد بدل بوب علشان يشتت هو التماسيح، وبوب يروح يفتح الفتحة بتاعة البير. وبنرجع للحفلة وبنشوف كل الاميرات اللي بيعرفوا نفسهم للامير، وديريك ما بيكونش مهتم لانه بيكون قلقان على اوديت انها ما تعرفش تحضر. وفجأة بتوصل اميرة جديدة والاميرة بتطلع اوديت المزيفة، وكل الحضور بيكونوا مصدومين انها لسه عايشة. واول ما بيشوفها ديريك بيفرح وبيرقص معاه. سبيد بيشغل التماسيح وبوب بيدور على الفتحة والتماسيح بتطارد سبيد في كل مكان، وبيقدر بوب يلاقي الفتحة اخيرا وبيدخل لاوديت اللي بتكون مش مصدقة انه عارف يوصل لها. وسبيد لما بيشوف ان بوب لقى الفتحة بيدي الاشارة لبافن وبينزل بافن البحيرة وبياخد مكان سبيد وبيشتت التماسيح بداله. وسبيد بيروح ويوسع الفتحة وبيدخل لاوديت وبيقول لها انها لازم تتحرك بسرعة تخرج من الفتحة، لكن للاسف التماسيح بتطاردها بتهرب منهم على اخر لحظة بمساعدة سبيد. وهناك في القصر ديريك بيطلب من الوزير يوقف الموسيقى علشان هيعلن خبر هام. وقتها بتوصل اوديت وبتكون عايزة تدخل القصر لكن كل الشبابيك مقفولة. بيعلن ديريك ان هو لقى حب حياته وهي اللي هتكون زوجته واميرة المملكة. واوديت بتحاول بكل الطرق انها تدخل القصر لكن ما بتعرفش، وللاسف بتتعب وبتكون على وشك انها تتحول لبشرية مرة تانية ومش هتعرف تطير. واثناء كده بيوصل لسبورت الحفلة وبيعرف ديريك انه عاهد اوديت المزيفة وان اوديت الحقيقية انها طايرة في السماء. فبيفهم ديريك ان هو ده الساحر الشرير اللي خطفها من زمان، وبيهدده ان هو مش هيسيبه يأذي اوديت. وبياخد حصان وبيطلع يجري بسرعة ورا اوديت اللي خلاص مش قادرة على الطيران، وبتقع عند البحيرة وبتفقد الوعي. فبيوصل ديريك وبيقول لها انه مش هيتخلى عنها مهما حصل وان العهد كان ليها هي. وفجأة بيلحقوا روسبورت الشرير وبيقولوا انه خلاص هيموته وبيتحول لشكله الوحش. وهنا بيعرف ديريك انه هو الوحش اللي هاجمه من زمان وبيقف قصاده، لكن الوحش بيكون اقوى منه وبيكسر ليه السيف بتاعه وبيفضل يحدفه من مكان لمكان. لحظتها صحاب اوديت بيروحوا بسرعة يجيبوا القوس بتاع ديريك من البحيرة، وبروملي بيتشجع وبيقدر يخرج من الفتحة وبيرميله السهم وبياخدوا ديريك وبينشنوا في قلب الوحش اللي بيقع وبيختفي تماما هو والسحر بتاعه. واخيرا خلصنا منه ابن اللذينة. وبترجع اوديت للحياة مرة تانية والتعويذة بتنتهي ومش هتتحول لبجعة من تاني. وبيعملوا فرح كبير وبيعزموا كل اهل المملكتين، ووالدة العريس بتعمل تسريحة شعرها على شكل بجعة. حبيت اقول لكم علشان ما بقاش انا الواحد اللي اتصدمت. وبيعيشوا حياة سعيدة واصحابها حواليها، بس يا ترى هيفضلوا في سعادة بعد الجواز؟ ده اللي هنعرفه في الجزء التاني. وهنا الفيلم بيقولك المعجزات ما بتعرفش المستحيل، والصبر اللي اخره جبر بيغير مجرى التاريخ. لو تحبوا نلخص بعد كده فيلم من كلاسيكيات ديزني قولولنا في التعليق. ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب لقناتنا لودي بتلخص افلام، وتوصل الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، وتكتب لينا في كومنت بتتفرج على الفيديو من اي بلد. اشوفكم في الفيديو الجديد.